يا مساء أو صباح الفل عليكم. معاكم سرايا، ويلا بينا نعمل وصفة بسيطة ولذيذة هتعجبكم إن شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة كيك كده سهل جدا وبسيط. كيك الفراولة، احنا في موسم الفراولة. هنجيب الفراولة هنعمل بيها أحلى كيكة سهلة وبسيطة حلوة جدا. الأطفال كلها بتحب الفراولة، هتعجبهم جدا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. دي تقريبا كيكه جاهزه، وعملنا بس الكريم شانتيه وحطينا المكونات على بعض، طلعت كده حاجه كده طعمها زي التورته، والله احلى من التورته. اللي بيحب الفراوله هيحبها جدا جدا جدا. ممكن نستبدل الفراوله، ممكن نحط بدل الفراوله مانجا، بس ده في موسم المانجا. لو عندك مانجا في الفريزر ممكن تطلعي المانجا تقطعيها وتحطيها برضو على وشها وتحشيها من جوه. كأنك برضو بتعملي بالظبط الفراوله، بس بدل الفراوله مانجا. اهي كانت طعمها حلو قوي قوي ولذيذه، بخصوصا اللي بيحب الفراوله. وتعالوا نشوف عملناها ازاي. ده كيسين كريم شانتيه، اللي هي اللي بتجاب جاهزه، وبصراحه احلى كريم شانتيه من طعمه حلو وطعمه لذيذ كده وبيطلع مظبوط معاكي، اللي هو دريم. ده كيسين كريم شانتيه هنزل عليهم بفنجان او كوبايه لبن مثلج. يعني حطيه في التلاجة او حطيه في الفريزر كده يكون ساقع قوي. دي كيكه جاهزه كانت بايته عندي من امبارح، فقلت هكمل هعمل بيها الوصفه. وعندي فراوله اسمى الفراوله 2. دي فراوله اسمها 2. وعندي فراوله دي مقطعه قطع اللي هحطها جوه حشو الكيك. بس كده كريم شانتيه وفراوله وكيكه. كيكه دي كانت عندي بايته من امبارح. ممكن تجيبي كيكه جاهزه او ممكن تعملي صينيه كيكه على السريع، اللي هي الكيك اليومي بتاع الشاي ده. بس رصيت الكيك قطعته، حاولت اقطعه كله نفس السوا. رصيت دور كيك وهنزل فوقيهم. هي مش محتاجه تسقي عندي ولا عايزه تشرب لبن ولا شربات ولا اي حاجه. الكيكه هشه وطعمها حلو جدا، مش محتاجه حاجه معايا بصراحه. لو انت حاسه ان الكيك بتاعك ناشف شويه، رشي عليه معلقه، رشي عليه شويه لبن او شويه ميه بسكر او شويه شربات اللي انت عايزاه. نزلت بطبق كريم شانتيه حلوه كده، هنزل بالفراوله القطع. لو عندك شويه كيك في البيت عندك قاعدين كده مركونين مش عايزين يتاكلوا، اعملي بيها الوصفه دي هتتاكل اكل كده. نزلت بالفراوله اللي مقطعه قطع، وانا مكتره شويه الفراوله لان الكميه كانت عندي حلوه بصراحه. حطيتها كلها وقلت هحطها لان هعملهم طبقتين بس، يعني هعملهم دورين بس. ممكن تعمليهم دورين ثلاثة على حسب حجم الكيك اللي عندك. انا قطع كيك سمكها حلو ان هو كفاية دورين. هرص برضو الكيك جنب بعضه. الكيك بتاعي ده كان هش جدا وطعمه حلو جدا، عشان كده انا محتاجتش ان انا اسقيه لا لبن ولا هديله شربات ولا اي حاجة. هنزل بقى بالدور التاني، هنزل برضو عليه بالكريم شانتيه، وهنزل كمان عليه بالفراولة بقى اللي انا قسمها نصين. ممكن على فكرة تعمليها بالمانجا، ينفع جدا جدا تعمليها بالمانجا. او لو حد عندك اناناس، عندك الخوخ اللي هو الجاهز ده، اي فاكهة عندك بتحبيها ينفع ان انت تحطيها عليها. هنزل بقى بالكريم شانتيه، بقيت الكريم شانتيه واغطيها كويس كده بطبقة كريم شانتيه حلوة. وهحط بقى ارصص بقيه الفراوله عليها، اللي هي اسمها الفراولايه نصين، وهرص بقى بقيه الفراوله عليها وقطعي بقى. بس سيبيها في التلاجة مثلا ساعتين ثلاثه، تاخد بقى من بعضها كده ويبقى طعمها حلو كده وتسقع. وقطعي وكلي بقى، طعمها حلو جدا جدا جدا. طول ما احنا في موسم الفراوله بعملها كتير الصراحه، لان العيال هنا جدا بيحبوها وطعمها حلو جدا. عامله زي التورته بالظبط، هي تورته يعني، هي تحس ان هي تورته بس بطريقه سهله جدا وبسيطه ومش متعبه خالص. كيسين كريم شانتيه وكيكه لو عندك كيكه، او ممكن تشتري كيكه جاهزه وشويه الفراوله اللي عندك، واعملي احلى كيكه هتاكليها. طعمها حلو جدا، سهله وبسيطه ومش محتاجه اي تكاليف، وهتفرحي بيها العيال. جربيها هتعجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب. مع السلامة.